بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفيزياء. نشرح مع بعض النهاردة بداية الفصل الثالث اللي هو بيتكلم على القوة والحركة. القوة والحركة. طيب، بيقول لي هنا: يعود الفضل للعالمين جاليليو ونيوتن في وضع نظرية منظمة للحركة، وذلك في القرن السابع عشر، حيث قام بشرح وتفسير أسباب حركة الأجسام وكيفية تحركها. يبقى يا ترى إيه أسباب الحركة، وكمان بتتحرك إزاي، كيفية تحركها. أنت عشان تعرف الجسم بيتحرك إزاي لازم الأول تدرس حاجة اسمها القوة. طبعا القوة احنا عارفين إن رمزها F. القوة يا جماعة هي مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيسبب تغيير في حالته أو اتجاهه. القوة هي مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيسبب تغييرا في حالته أو اتجاهه. يعني مثلا لو أنا عندي جسم أثرت عليه بقوة، فالجسم ده أكيد حالته لو هو ساكن الحالة بتاعته دي هتتغير، هيبدأ يتحرك وهكذا. طيب، ممكن كمان لو أنا في جسم بيتحرك في الاتجاه ده وأثرت عليه بقوة في الاتجاه ده، ممكن يغير اتجاه حركته، بدل ما كان ماشي كده لا ممكن يمشي كده لفوق. تمام؟ فهنا ده معنى التعريف. يبقى القوة هي مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيسبب تغيرا في حالته أو اتجاهه. زي ايه الأمثلة اللي عندك؟ زي مثلا قوتك العضلية تساعدك على شد الأشياء. قوة محرك السيارة تساعد على بدء الحركة. قوة الفرامل تساعد على إيقاف السيارة. تقاس باستخدام الميزان الزنبركي. دي بقى بين القوة تقاس بالميزان الزنبركي. يبقى في فرق كبير ما بين القوة وما بين الكتلة. الكتلة بتقاس بواسطة الميزان المعتاد، تمام؟ أما القوة تقاس بالميزان الزنبركي. وحدة قياس القوة هي النيوتن. أما الكتلة، فاكرين الكتلة كانت بتقاس بالإيه؟ كانت بتقاس بالكيلوجرام. ده وحدة قياسها في النظام الدولي. طيب تمام، هنبدأ نتكلم على العالم نيوتن. والعالم نيوتن عمل لنا 3 قوانين منظمة للحركة. 3 قوانين منظمة للحركة وبتوصف حركة الأجسام. أول قانون اللي هو ده القانون الأول لنيوتن أو قانون نيوتن الأول. بيقول إيه باختصار؟ باختصار القانون بيقول إيه؟ بيقول: يظل الجسم الساكن ساكنا والمتحرك بسرعة منتظمة متحركا في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته. أنا حابب إن أنا طالما هتكلم على قانون نيوتن الأول إن أنا أبدأ أشتغل معاك في سبورة كده منفصلة وبعد كده نرجع لبعض. بصوا يا جماعة باختصار كده، قانون نيوتن الأول بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على حالتين عندي: حالة الجسم الساكن وحالة الجسم المتحرك بسرعة منتظمة. بسرعة منتظمة، تمام كده؟ تمام. الجسمين دول يا جماعة أصلا إذا كان الجسم الساكن أو الجسم المتحرك بسرعة منتظمة، الاتنين دول أجسام في حالة اتزان. في حالة اتزان. لما يجي يقول لي الجسم الساكن اقول له في حاله اتزان. الجسم المتحرك بسرعه منتظمه ده برضو جسم في حاله اتزان. تعال كده نتكلم على الجسم الساكن شويه. ده لو جسم ساكن يا جماعه وحبيت اقول لك ان هو السرعه بتاعته ايه، تقول لي السرعه بتاعته 0. طب والعجله بتاعته ايه؟ تقول لي العجله برضو بتاعته 0. طيب محصله القوه على هذا الجسم ايه؟ تقول لي برضو 0. العلامه دي يا جماعه اسمها سيجما، ودي تعني المحصلة. يعني ايه يا استاذ؟ يعني الجسم الساكن ده لو انا اثرت عليه بقوة F من هنا مثلا ب10 نيوتن، واثرت عليه برضو بقوة من الجهة التانية بقوة تساويها في المقدار ومضادة لها في الاتجاه وخط العمل واحد، يعني الاتنين على خط واحد كده، الجسم ده بيفضل ساكن. فده معناه نص القانون بتاع نيوتن: الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة. يعني معناها محصلة القوة عليه بتساوي 0. طيب
ولو حبيت ارسمه كده، الازاحة مع الزمن، الجسم ساكن معناها في هنا خط افقي يوازي محور الزمن، ده جسم ساكن. طب السرعة عليه بتساوي صفر، ارسمها ازاي؟ يبقى انا كده الجسم الساكن. طب السرعة اوصفها ازاي؟ السرعة بتساوي صفر طبعا. فلو انا حبيت اقول السرعة هنا مع الزمن، السرعة يا جماعة هتساوي صفر هنا. طب والعجلة؟ العجلة برضو بصفر. وبالتالي لو حبيت ارسم علاقة بين العجلة مع الزمن هلاقي برضو العجلة صفر. طب لو حبيت ارسم علاقة بين القوة والزمن او محصلة القوة والزمن، فبرضو محصلة القوة عليه برضو مع الزمن تساوي صفر. ده بالنسبة للجسم الساكن. يبقى الجسم الساكن ده هو جزء من الأجزاء اللي بتكلم عليها قانون نيوتن الأول، وبيقول الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته، يعني محصلة القوة عليه بتساوي صفر. طيب الجسم بقى المتحرك بسرعة منتظمة، الجسم اللي بيتحرك بسرعة منتظمة تعال نوصفه كده. يعني أنا لو عندي جسم ويتحرك بسرعة منتظمة، يعني إيه منتظمة يا أستاذ؟ يعني ثابتة. سرعة منتظمة يعني ثابتة. لما اجي اقول لك العجلة بتاعته تقول لي العجلة بصفر. اما اقول لك محصلة القوة عليه تقول لي برضه بصفر. والجسم ده برضه في حالة اتزان. طب عاوز امثلها، يعني امثل السرعة المنتظمة. طب ممكن امثلها بالازاحة مع الزمن. يعني هنا لو حطيت الازاحة وهنا حطيت الزمن، فالجسم ده بيتحرك بسرعة منتظمة، يعني خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. طب عاوز أمثل السرعة نفسها. طيب تمام، السرعة نفسها منتظمة، يعني السرعة نفسها هتمثل مع الإيه؟ مع الزمن. يعني عاوز أحط هنا السرعة مع الزمن، أنت بتقول لي السرعة منتظمة. يعني إيه السرعة منتظمة؟ يعني خط مستقيم يوازي محور الزمن. طب عاوز أمثل العجلة، أنت قلت لي العجلة بتساوي صفر. طيب تمام، العجلة بتساوي صفر. يعني ايه العجلة بتساوي صفر؟ يعني لو حطيت هنا العجلة مع الزمن، بمرور الزمن العجلة كده بتساوي صفر هنا كده. طب عاوز امثل القوة. القوة انت قلت لي برضو محصلة القوة بتساوي صفر. تمام، فلو حطيت هنا القوة مع الزمن فالقوة بتساوي صفر. بص كده للاشكال دي والاشكال دي، ده الجسم الساكن وده الجسم الايه؟ المتحرك بسرعة منتظمة. دول الجسمين اللي بيتكلم عليهم قانون نيوتن الاول. طيب قانون نيوتن الاول ده له اسم تاني يا جماعه، اسمه قانون القصور الذاتي. قانون القصور الايه؟ الذاتي. وده احنا هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه، بس انا حبيت ادردش معاك الاول شويه تفهم الاول قانون نيوتن الاول ده بيتكلم على اي اجسام. بيتكلم على الجسم الساكن والجسم المتحرك بسرعه ايه؟ منتظمه. طيب هقول تاني بسرعة، الجسم الساكن أكيد سرعته بصفر وعجلته بصفر ومحصلة القوة عليه بصفر. والجسم المتحرك بسرعة منتظمة تبقى عجلته بصفر ومحصلة القوة عليه بتساوي صفر. ودي الأشكال الإيه؟ البيانية اللي بتمثل الجسمين. نرجع بقى لقانون نيوتن الأول. بيقول لي هنا إذا دفع جسم على الأرض فإنه ينزلق عليها مسافة معينة ثم يتباطأ إلى أن يقف. فعلا لو أنا عندي مثلا كورة وجيت انا شطها كده، فالكرة هتبدأ تتحرك، بس مش هتتحرك كتير، يعني هتتحرك شوية وبعدين تتوقف. ايه اللي خلاها تتوقف؟ طبعا قوة الاحتكاك بينها وبين الارض، بينها وبين الايه؟ بين الارض، فتوقفت هذه الكرة. طيب لو احنا اهملنا قوة الاحتكاك، الكرة دي هتفضل تتحرك باستمرار. ده اللي هو عاوز يقوله. طيب بيقول لي ايه؟ اعتقد العلماء ان طبيعة المادة هي السكون، بمعنى ان حركة اي شيء تؤول للسكون، الى ان التجارب العلمية اظهرت ان ذلك يعود لوجود قوى احتكاك. ده طبيعي في اللي احنا قلناه، ده كلام مفهوم يعني. تقاوم الجسم المنزلق وتعمل على ابطائه حتى يقف. ده مين ده بقى؟ اللي هي قوة الاحتكاك، هي اللي تقاوم الجسم المنزلق وتعمل على ابطائه حتى يتوقف، وبدونها يتابع الجسم سيره باستمرار دون توقف. يبقى احنا لو اهملنا قوة الاحتكاك يبقى الجسم ده هيفضل يتحرك على طول. طيب
نص قانون نيوتن الاول زي ما احنا قلنا، يظل الجسم في حالته او على حالته من السكون او الحركه بسرعه منتظمه في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوه محصله تغير من حالته. دي معناها ايه؟ معناها سيجما اف تساوي صفر، محصله القوه بتساوي صفر. فكده باختصار لو محصله القوه على الجسم بتساوي صفر، ساعتها يظل الجسم الساكن ساكنا ويظل الجسم المتحرك بسرعه منتظمه متحركا في خط مستقيم. طيب ايه التفسير؟ بيقول لي عند وضع كرة على أرض الملعب فإنها تظل ساكنة في مكانها ما لم يحركها اللاعب. يبقى لو محصلة القوة عليها بتساوي صفر يبقى هي هتفضل ساكنة في مكانها. طيب لما اللاعب يبدأ يحركها خلاص هتبدأ تتحرك معاه لفترة وبعدين تتوقف تاني علشان قوى الاحتكاك. بس احنا في الدرس بتاعنا بنهمل قوى الاحتكاك ونقول ان الجسم المتحرك بسرعة منتظمة هيفضل يتحرك في خط مستقيم. طيب بيقول لي هنا ايه؟ عند ركل كرة فإنها تتحرك مسافة معينة ثم تتباطأ حتى تقف بعد فترة لأن الكرة تتأثر بقوة خارجية تغير من حالتها اللي هي كانت ساكنة وبعدين اتحركت وبعد كده هتتوقف تاني. طيب ايه اللي هيوقفها؟ قوة الاحتكاك بينها وبين الأرض التي تقاوم حركة الكرة. وفي حالة عدم، ايوه ده اللي احنا قلناه بقى، هنهمل قوة الاحتكاك. في حالة عدم وجود هذه القوة فإن الكرة ستظل متحركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم. طيب الاستنتاج إن احنا دايما نحتاج لقوة لتغيير حالة الجسم من الحركة إلى السكون أو من السكون إلى الحركة. يبقى أنت عشان تغير حالة الجسم إذا كان ساكن أو إذا كان متحرك فأنت مفروض تأثر عليه بقوة. طب لو كانت محصلة القوة اللي أنت بتأثر عليها بصفر يبقى الجسم الساكن يظل ساكنا والمتحرك بسرعة منتظمة في خط مستقيم يظل متحركا بنفس سرعته. التانية بيقول لا نحتاج قوة لجعل الجسم يحافظ على حالته من السكون أو الحركة بسرعة ثابتة. احنا مش محتاجين أي قوة عشان نحافظ على سكون هذا الجسم. الجسم الساكن يبقى ساكنا بدون قوة والجسم المتحرك بسرعة ثابتة يظل متحركا بسرعته الثابتة بدون قوة. يعني محصلة القوة على الجسمين دول تساوي صفر. ايه دي الصيغه الرياضيه اهيت اللي هي سيجما اف تساوي زيرو، والسيجما دي قلنا ايه او الرمز ده يسمى سيجما وترمز الى محصله القوه، والاف طبعا دي هي القوه. كده انت معاك كل التفاصيل وبالراحه. احنا اصلا المفروض خلصنا الدرس من اول 5 دقايق بس احنا لسه بنتكلم في التفاصيل بتاعته. طيب هنا عندي ملاحظات مهمة. بيقول لي ملاحظات مهمة ركز معايا عشان تعرف تحل المسائل. بيقول لي إذا أثرت أكثر من قوة على جسم بحيث تلغي تأثيرها أو تأثير بعضها البعض فتصبح محصلة القوة المؤثر على هذا الجسم تساوي صفر فإن العجلة ساعتها تساوي صفر فلا تتغير سرعة الجسم سواء كان ساكنا أو متحركا. وده اللي أنا قلته من شوية. لو جسم ساكن أو الجسم متحرك بسرعة منتظمة أثرت هنا بقوتين عكس بعض وقد بعض وهنا برضو بقوتين قد بعض في المقدار ومتضادين في الاتجاه، الجسم الساكن هيظل ساكنا والجسم المتحرك هيظل متحركا بنفس سرعته طالما ان القوة دي بتساوي القوة دي والقوة دي برضو تساوي هنا القوة دي. يبقى برضو هنا محصلة القوة بتساوي صفر فالجسم الساكن يظل ساكنا وهنا برضو محصلة القوة تساوي صفر وبالتالي الجسم المتحرك يظل متحركا. هنا بيقول لي ايه بقى؟ ليس معنى ان محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفر ان الجسم ساكن، فقد يكون الجسم متحرك بسرعة منتظمة. ده اللي احنا قلناه فوق. مش معنى ان محصلة القوة بتساوي صفر ده اثناء السكون بس، لا ده ممكن محصلة القوة تساوي صفر برضو اثناء الحركة بس يتحرك بسرعة منتظمة. بس ساعتها لازم افهم انه في حالة السكون او في حالة الحركة بسرعة منتظمة ان محصلة القوة بتساوي صفر يعني القوة تلاشي بعضها. فهنا بيقول لي انه القوة تلاشي بعضها البعض. ليه؟ لان لها نفس المقدار وهنا مفروض وعكس الاتجاه وخط العمل ولها نفس خط العمل. يعني دول لازم يكونوا قوتين قصاد بعض كده. طب لو في قوتين مش قصاد بعض لا ما يلغوش بعض. يعني لو في قوة هنا بتأثر من فوق بقوة اف وقوة قدها من تحت بقوة اف برضو لا دول مش خط العمل واحد. هم قد بعض وعكس بعض في الاتجاه لكن مش خط عملهم واحد وبالتالي الجسم ده هيتحرك حركة دائرية كده
ومش يعني ايه هيتوقف عن الحركه ولا حاجه. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ لحدوث اتزان لابد من وجود اكثر من قوه، فالقوه الوحيده لا تحدث اتزانا. ده طبيعي، يعني لو عندي جسم كده ساكن فهو كده متزن. طب لما اثر عليه بقوه واحده هيبدا يتحرك. طب لما اثر عليه بقوتين عكس بعض، لا كده هيفضل ساكن زي ما هو. تمام كده؟ فهنا بقول لي القوه الواحده لا تحدث اتزانا، يبقى انا لازم اكون عندي اكثر من قوه، اكثر من قوه عشان يحدث اتزان، بس بشرط اكثر من قوه يحدث اتزان امتى؟ لو القوه دي متساويه في المقدار، متضادة في الاتجاه، وخط عملها واحد. طيب هنا بيقول لي ايه؟ اذا اثرت على الجسم عده قوى في نفس الاتجاه فلن تلاشي بعضها البعض والمحصله لن تساوي صفر. يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ يعني لو عندي جسم كده اثرت عليه بقوه وكمان بقوه بس الاثنين في نفس الاتجاه، هل الجسم ده لو كان ساكن هيفضل ساكنا؟ لا، ده هيتحرك، لان القوتين صحيح هم اكثر من قوه لكن مش عكس بعض ومش خط عملهم واحد. لا، ده هنا يا استاذ هم قوتين ممكن يكونوا واحده كبيره وواحده صغيره او متساويتين او اي حاجه، لكن هم الاثنين في ايه؟ في نفس الاتجاه. يبقى شرط الاتزان ايه يا جماعه؟ شرط الاتزان تاثير قوتين او اكثر، بس بشرط انه تلاشي احداهما الاخرى، يعني يكونوا متساويين في المقدار، متضادين في الاتجاه، وخط عملهم واحد. ده شرط الاتزان. طيب القصور الذاتي بقى، انا قلت من شويه انه قانون نيوتن الاول يسمى بقانون القصور الذاتي. طب يعني ايه القصور الذاتي؟ هو ميل يعني ايه هنا؟ هو مش ميل اللي هو الميول، لا، ميل يعني حب او تفضيل، يعني حب. الجسم الساكن بيحب البقاء في حالة السكون. نقرأها تاني: هو ميل الجسم الساكن إلى البقاء في حالة السكون، وميل الجسم المتحرك للاستمرار في الحركة بسرعته الأصلية في خط مستقيم. يعني الجسم الساكن عاوز يفضل ساكن، والجسم المتحرك حابب إنه يفضل متحرك، وده طبيعي. يعني مثلا مروحة لما بفصل عنها الكهرباء وهي شغالة بتفضل شغالة شوية. ليه؟ لأن هي كانت في حالة حركة وتحب أو تفضل تفضل في حالة الحركة اللي كانت عليها، بس ايه اللي بيوقفها بقى؟ احتكاكها مع الهواء. لو احنا أهملنا احتكاكها مع الهواء ده هتفضل تتحرك باستمرار إلى ما لا نهاية. الجسم الساكن برضو يميل إلى حالة السكون. يعني لو عندي جسم ساكن عاوز يفضل ساكن، الجسم المتحرك عاوز يفضل متحرك. طيب اديني مثال كده للجسم ساكن وعاوز وحابب حالة السكون. تخيل كده ان انت مثلا هنقول راكب عربية والعربية دي كانت ايه؟ في حد غيرك سايقها، يعني في السواق هنا كده، والسواق انت قاعد بقى ورا هنا كده، والسواق قام طالع فجأة، يعني العربية اتحركت فجأة، هتلاقي جسمك راجع لورا. ليه؟ لانه انت كنت ساكن وهو اتحرك فجأة، فجسمك اللي في حالة السكون ده يعني يفضل السكون، فهتلاقي الجسم رجع لورا. الجسم اللي في حالة حركة برضو حابب انه يفضل في حالة الحركة. يعني لو السيارة دي خلاص خدت سرعتها وتوقفت فجأة، انت جسمك هيتحرك لقدام. ليه؟ لان جسمك دلوقتي بقى في حالة حركة. تيجي انت توقف السيارة فجأة، يا جسمك يتحرك لقدام. ودي كانت بقى اهمية حزام الامان. ليه احنا بنلبس حزام الامان؟ حتى ايه؟ يحمي الشخص عند التوقف المفاجئ للسيارة، يحمي الشخص من الايه؟ من الاصطدامات طبعا. فكده تعريف القصور الذاتي بقى واضح معاك، وهو خاصية او ممكن نقول هو خاصية مقاومة الاجسام لتغيير حالتها من السكون او الحركة. يعني الجسم الساكن يفضل السكون، والجسم المتحرك يفضل الحركة، وبالتالي اي جسم يقاوم التغيير، مش عايز يتغير. الساكن عايز يفضل ساكن، والمتحرك حابب انه يفضل متحرك. امثلة كتير جدا تفهمك يعني ايه الكلام اللي احنا قلناه ده. سقوط قطعة النقود في الكوب عند دفع الورقة فجأة. انا ممكن تعملها انت في البيت. هات كوباية فاضية، وهات مثلا بطاقة او كارت، حطه هنا كده، وحط فوق كده مثلا قطعة نقود كده، وبعدين تعالى بصبعك كده واضرب جامد البطاقة دي، هتلاقي قطعة النقود دي سقطت في الكوب، ما اتحركتش مع البطاقة. تمام؟ فليه كده؟ لانه قطعة النقود دي ساكنة وتفضل حالة السكون التي كانت عليها، فتنزل مكانها. طيب دي حاجة.
فهنا بيقول التفسير ايه؟ لان الجسم يحاول الاحتفاظ بحاله السكون التي كان عليه. في عندي كمان واحده هنا بيقول اندفاع قائد الدراجه الناريه للامام عند اصطدامها بحاجز. هي لو اصطدمت بحاجز تلاقي القائد اللي هو الراجل اللي سايقها هيندفع للامام. ليه؟ لان الجسم المتحرك يحاول الاحتفاظ بحاله الحركه التي كان عليها. برضو استمرار دوران اذرع المروحه الكهربيه لبضع ثواني بعد قطع التيار عنها. ليه؟ لان هي اكيد بتحاول تحافظ على حاله الحركه التي كانت عليها. اندفاع الراكب للخلف عند تحرك الحافله الساكنه فجاه. طب هو كان ساكن، يبقى للاحتفاظ بحاله السكون التي كانت عليها او التي كان عليها. اندفاع الراكب للامام عند توقف الحافله المتحركه فجاه. برضو اندفاع الراكب للامام عند توقف الحافله لو توقفت انت هتندفع للامام، لان انت كنت متحرك مع الحافله، فهي لما توقفت جسمك برضو بيحاول الاحتفاظ بحاله الحركه التي كان عليها. طبعا عندي بقى امثله كتير جدا. اندفاع الفارس للامام عند اصطدام الجواد بالحاجز اللي هو الحصان يعني. سقوط الشخص على وجهه اذا اصطدم بحجر اثناء الجري، او مثلا اللاعب ده برضو يعني لو انت بتجري في الملعب وده حابب يوقفك عن الحركه، انت جسمك هيندفع للامام كده. ليه؟ لانك انت كنت متحرك وبتحاول تحافظ على حاله الحركه اللي انت كنت عليها. ده كله بالقصور الذاتي يا جماعه، كل ده بالقصور الايه الذاتي. بقاء قطعه رخام على المنطقه الترابيزه يعني بعد سحب لوح الورق من تحتها فجاه، برضو ده بالقصور الذاتي. اندفاع اللاعب كره القدم للامام اثناء سقوطه على الارض عند تعرض قدمه للعرقله اثناء الجري، برضو ده بالقصور الذاتي. كل دي امثله كتير جدا. طيب اخر حاجه بقى عشان نبدا نحل مسائل، بيقول لي هنا شويه ملاحظات كده. من السهل تحريك جسم كتلته صغيره، عربه مثلا فارغه، وذلك لان قصوره الذاتي صغير، ولكن نجد صعوبه في تحريك جسم كتلته كبيره اللي هي عربه محمله بالبضائع، وذلك لان قصوره الذاتي ايه كبير. يعني لو العربيه دي فاضيه فانا بعرف احركها بكل سهوله، اما لو مليانه كده او هنقول لها كتله كبيره فهنقول ايه؟ يبقى الكتله كبرت، يبقى القصور الذاتي كبر. القصور الذاتي كده كبر. يعني لو كانت ساكنه ما اعرفش احركها بسهوله، ولو كانت متحركه ما اقدرش اوقفها بسهوله. طيب برضو بيقول لي من السهل ايقاف جسم سرعته صغيره. هنا بيتكلم عن السرعه، اللي فوق كانت بتتكلم عن الكتله، هنا بيتكلم عن السرعه. فبيقول لي من السهل ايقاف جسم سرعته صغيره، وذلك لان قصوره الذاتي ايه؟ صغير. ولكن نجد صعوبه في ايقاف جسم سرعته كبيره. يعني السرعه الكبيره برضو تديني قصور ذاتي كبير. قصور ذاتي ايه؟ كبير. طيب ما هنا كتله كبيره قصور ذاتي كبير، سرعه كبيره قصور ذاتي كبير. اذا القصور الذاتي يرتبط بحاجتين، الكتله والسرعه. الكتله والسرعه، اللي كتلته كبيره قصوره الذاتي كبير، اللي سرعته كبيره برضو قصوره الذاتي ايه؟ كبير. القصور الذاتي يتناسب طرديا مع الكتله والسرعه الاثنين، اللي هي كتله الجسم وسرعته. وكتله الجسم اصلا وسرعته بيرتبطان معا بكميه فيزيائيه تعرف باسم كميه التحرك. انا اصلا عارف انه في حاجه اسمها كميه التحرك ورمزها بي بتساوي ام في في. وللعلم كميه التحرك ما تخلطش بينها وبين طاقه الحركه. طاقه الحركه بتساوي نص الكتله في مربع السرعه، دي اسمها طاقه الحركه. اما دي اسمها كميه التحرك، ودي كميه متجهه تعتمد اتجاهها على اتجاه السرعه، لان السرعه كميه برضو متجهه. يبقى دي على حسب، لو السرعه شرقا يبقى كميه التحرك شرقا، لو السرعه غربا يبقى كميه التحرك غربا. اما الكتله لا، دي كميه قياسيه، دي ملهاش اتجاه اصلا. فبيقول لي هنا التعريف لكميه التحرك هي حاصل ضرب كتله الجسم في سرعته، والقانون بتاع الكتله في السرعه. كميه التحرك بتساوي الكتله في السرعه، يعني البي بتساوي الام في الفي، وهي كميه طبعا متجهه لانها حاصل ضرب الكميه القياسيه اللي هي الكتله في كميه متجهه اللي هي السرعه. ممكن اجيبها لك في علم في المقالي. طب ايه العوامل اللي بتوقف عليها بتوقف عليها كميه التحرك؟ طبعا اول واحده سرعه الجسم، طبعا العلاقه طرديه واضحه، لو دي مع دي يبقى كميه التحرك مع الفي، دي علاقه طرديه بس لازم تقول له عند ثبوت الام، والحاجه اللي انت ثبتها تطلع هي الميل. يعني مثلا لو هنا بي مع في العلاقه طرديه والسلوب هو ام اللي انا مثبته، فانا بقول هنا البي تتناسب طرديا مع الفي عند ثبوت ام، والام هي السلوب.
طيب بنفس المنطق كده البي والام، طب ما هو البي والام برضو علاقة طردية بس عند ثبوت في، يبقى هنا سلوب بيساوي في. تمام كده؟ تمام. طيب تعالوا نشوف بعض التدريبات. بيقول لي تسير دراجة بسرعة ثابتة، هنا مهما قال بعدها بقى يبقى السرعة ثابتة، خد بالك. بيقول لي تسير دراجة بسرعة ثابتة في خط مستقيم في اتجاه الشرق عندما تكون القوى المحصلة على الدراجة، طبعا هي طالما بسرعة ثابتة قلنا يعني محصلة القوى عليه بتساوي صفر، يبقى بيسأل على القوى المحصلة، خلاص يبقى اقول له محصلة القوى بتساوي صفر، يبقى دي ألف. عندما يكون اتجاه العجلة عكس اتجاه السرعة، دي خدناها في الحصة اللي فاتت أو اللي قبلها. قلت يا جماعة لو اتجاه العجلة عكس اتجاه السرعة فتتناقص سرعة الجسم. طيب لو كان اتجاه السرعة مع اتجاه العجلة يبقى تتزايد سرعة الجسم. يبقى طالما الاتنين عكس بعض يبقى تتناقص سرعة الجسم. بقول لي هنا عندما تكون القوة المحصلة تؤثر على سيارة متحركة بتساوي صفر، يعني محصلة القوة بتساوي صفر، محصلة القوة تساوي صفر. اقول له ايه؟ تتحرك السيارة بعجلة موجبة؟ لا طبعا، هو لو محصلة القوة بتساوي صفر احنا اتفقنا قبل كده لو محصلة القوة بتساوي صفر يبقى على طول العجلة بتساوي صفر، يبقى العجلة بتساوي صفر. يبقى اقول له ايه؟ فين العجلة اللي بتساوي صفر دي؟ فهنا مفيش عجلة بتساوي صفر. طيب طالما هو الجسم متحرك يبقى اكيد متحرك بسرعة منتظمة. تمام، يبقى لو محصلة القوة بتساوي صفر اكيد بيتحرك بسرعة منتظمة وبالتالي العجلة بتاعته بصفر، فانا ما عنديش هنا عجلة بصفر فاختار له سرعة منتظمة عشان هو هنا متحرك. طب تبعا للقانون الاول لنيوتن يتحرك الجسم بعجلة نقط ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، يعني لو محصلة القوة بتساوي صفر لسه قايلينها فالعجلة اكيد منعدمة صفر يعني. إذا انعدمت القوى المحصلة المؤثرة على جسم متحرك في خط مستقيم بسرعة منتظمة فإن الجسم، إذا انعدمت القوى المحصلة يعني سيجما اف تساوي صفر، سيجما اف تساوي صفر على جسم متحرك في خط مستقيم بسرعة منتظمة، فإن الجسم هل يتوقف عن الحركة؟ لا طبعا. يتحرك بعجلة منتظمة؟ لا، هو المفروض يتحرك بعجلة صفرية. يتحرك او يظل متحركا بسرعه منتظمه؟ يظل متحركا بسرعه منتظمه. فاكرين لما كنا بنقول يبقى الجسم الساكن ساكنا والمتحرك بسرعه منتظمه متحركا ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته. هو ده بالظبط قانون نيوتن الاول. يسمى قانون نيوتن الاول بقانون، طبعا قلنا قانون القصور الذاتي. اخر حاجه معانا يبقى الجسم الساكن ساكنا اذا اثرت عليه قوه. طيب بصوا دي واجب، ممكن تكتبها لي في الكومنتات، دي خليها في الكومنتات. إمكانية إيقاف الأجسام التي تتحرك تحت تأثير القصور الذاتي تتوقف على، احنا قلنا تتوقف على الكتلة، تتوقف على السرعة، وكمان العجلة، يبقى جميع ما سبق، يبقى أكيد جميع ما سبق. استمرار دوران المروحة الكهربية رغم انقطاع التيار الكهربي بسبب، طب دي واجب كمان، يبقى أنا عندي 2 في الكومنتات، رقم 7 ورقم 9. قول لي بقى في الكومنتات دول يطلعوا ايه؟ اندفاع راكب الجواد للامام اذا كبى الجواد فجاه يرجع الى، اكيد انت بتقول بسبب القصور الذاتي. عند حركه سياره ساكنه للامام بشكل مفاجئ يندفع الركاب للامام ولا للخلف ولا لليمين ولا لليسار؟ اسيبك تفكر في دي كمان. تمام، احنا قلناها طبعا في الشرح، فانت كده بقى عندك 3 واجب في الكومنتات، رقم 7 ورقم 9 ورقم 11. 7 و9 و11 ممكن تشاركني في الكومنتات. وانا كده خلصت الحصه الاولى من قانون نيوتن الاول. ممكن اعمل لك عليه حصه كمان اكمل فيه الاسئله بتاعته. يا رب تكون فهمت النهارده اي حاجه، ولو فهمت حاجه يا ريت تدعم القناه بلايك او بشير او بكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم مستر وليد من قناه فنون العلوم.